هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل باديكير القدم في البيت، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول حاجه هتحتاجيها املاح الباديكير، لو ما عندكيش حطي ملح عادي. تاني حاجه هتحتاجي شاور، اي شاور يكون ريحته حلوه. بعد كده هتجيبي ميه سخنه على قد ما تقدري تستحملي، وتحطي فيها الاملاح وتحطي فيها الشاور، وممكن تحطي خل بدل الشاور. كده الميه بقت جاهزه، هتحطي فيها رجلك لمده ربع ساعه. بعد كده هتنشفي رجلك وتستخدمي مبرد القدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نشيل كل الجلد الميت اللي موجود في الرجل، وكمان بيبقى فيه منه الشكل ده. بعد كده هتبردي ضوافرك بمبرد يكون خشب عشان يكون صحي اكتر على الضوافر. وبعد كده هتشيلي اي زوايد جلدية بالأداة دي. هتعملي سكراب لرجلك بأي سكراب عندك، لو ما عندكيش جاهز اعملي سكراب ملح وزيت زيتون مشيهم على رجلك بنص ليمونه. استخدمي اي كريم مرطب يكون ترطيبه قوي. دلعي نفسك بقى وحطي من كعب الغزال عشان رجلك تبقى شكلها حلو قوي. ولو حطيتيه لوحده كده بيطبع. انا بقى هقولك طريقه تعمليها هيبقى حلو قوي معاكي، هيبقى كريمي مش هيطبع ابدا وهيبقى لونه حلو قوي. هتحتاجي اي علبة كريم تكون فاضية وتغسليها كويس تكون نظيفة، وهتحتاجي معلقة بلاستيك مش هتحتاجيها تاني، واي كريم مرطب عندك. هتاخدي حبة من كريم المرطب وتحطيهم في العلبة الفاضية. ممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها على جنب تبقى تستخدمي منها. بعد كده هتجيبي جل كعب الغسيل وتحطي حبة صغيرين قوي، ما تكتريش في الاول. هتحطي حبة صغيرين وتقلبي تشوفي اللون، لو ظبط معاكي تمام، لو لسه اللون عايز يتقل زودي حبة كمان، بس ما تحطيش كمية كبيرة في الاول عشان اللون ما يبقاش احمر زيادة عن اللزوم. وبعد ما خلطناهم مع بعض بقى ده الشكل النهائي. اللون حلو قوي وثابت وكريمي ولونه حلو جدا. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس.